أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. كلمة ترحيبية للسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، السيد رئيس الدائرة المحترم، زميلي وأخي رئيس بلدية تقلعيد، سلطاتنا المحلية العسكرية والمدنية، المسؤولين تاع القطاع الصحي من مستشفى وصحة جوارية، الزملاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي، الطبيبات والأطباء، آباء المجاهدين وإخواني أبناء الشهداء، الجمعيات، أسرة الإعلام، كل باسمه مرحبا بكم ونشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذا الحفل. فهذا الحفل ينظم نيابة عن زميلاتي وزملائي أعضاء المجلس الشعبي البلدي. ارتأينا في هذا الحفل أن لا ندع هذه الذكرى تفوت ونكرم أحد أبطال قطاع من القطاعات الاستراتيجية ألا وهو قطاع الصحة. نكرم في هذا اليوم إخوان لنا دأبوا على ممارسة الصحة وخدمة المجتمع وخدمة المواطن، خدمة يعني إن شاء الله نتمنى أن تكتب لهم يوم القيامة إن شاء الله. الدكاترة الذين سنكرمهم اليوم هم الدكتور سليماني عبد الحميد الذي عمل أكثر من 30 سنة في القطاع الصحي، الدكتور حامد بقريوة أيضا عمل أكثر من 30 سنة في القطاع الصحي، الدكتور بن خليفة عمل كطبيب لمدة طويلة، ثم عمل أيضا كإطار كمدير للصحة الجوارية أيضا لمدة طويلة. هذو ثلاثة اليوم ارتأى المجلس الشعبي البلدي أن يكرم هذو ثلاثة، ولكن ما ناسين زملاء لهم أطباء وطبيبات أعوان شبه الطبي، ورانا ننتظر إن شاء الله في يوم الصحة. كاين يوم الصحة راح نديروا بربي إن شاء الله حفل كبير سيتم فيه تكريم كل الأطباء والطبيبات وأعوان شبه الطبي الذين خرجوا للتقاعد. أيضا في هذا الحفل ارتأت مجموعة من الجمعيات والمجتمع المدني أن لا يفوتوا هذه الفرصة، أيضا بعض الإدارات حتى بعض الأشخاص أن لا يفوتوا هذه الفرصة ويكرموا هؤلاء الزملاء الثلاثة. فنشكرهم نيابة عنكم أيضا جزيل الشكر. وبدون إطالة أحيل الكلمة للسيد رئيس الدائرة فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله على سيدنا محمد. بدءا بالبدء شاكر لكم سيدي الرئيس المحترم دعوتكم لي لحضور هذا الحفل المتواضع، والمناسبة ليست متواضعة، مناسبة جد طيبة، لأن نقيم على تهنئة وتكريم لأساتذة. لا كما قالها ونقولوها كاع ماهوش نهاية مشوار، امبوسيبل. ما قاعد في الدار كروتريتي على بالي عندك راك طالع في الانترنت ولا في الاخر راك تحين المعلومات تاعك وزات ميدسان كيما لافوكا كيما انا نتحدث كيما واحد مثقف يبو با الى لا ميديسين دون لو سون. فاهم سا ما في بليزير نهار درتو لي بورتوفال شكون على الجبهه ما على باليش، شفت صادف طبيبه ما شاء الله عليها من عندكم راس الواد ما شاء الله عليها، يعني مش عارف بارمي نو نحييها. لا
non seulement elle maîtrise l'akhar taha, d'accord, mais elle est passionnée. Elle est passionnée de ce qu'elle fait. Et ça fait plaisir. Jeune, Shabab wa Jamal, elle est passionnée aussi. Ah, Moulala, on veut de ça. On veut que ce soit Tbib, que ce soit l'avocat, ou que ce soit le Mouallim ou l'autre, ils sont passionnés de ce travail. Nous بالك نبكيو على حاجة اللي تغيظنا. وانا ça me fait peur, نقولها لكم. يغيظني الغش. الغش يغيظني. صار لقيتك الفاكهة الجميلة مليحة، الريحة نتاعها عابقة. ويبدا يدخلها شوية ريح. تبدا حاشاكم تدود. وإلا دخلت هذه في الآخر تاعنا فرتقي بالساعة ماشي مليح، سي با بيان. الغش هو اللي يخوفني. الغش في كلش. في كلش. وعندكم شوية غش يا سادة الأطباء ولا القطاع، اسمع لي سعد الغني جو تري فرا، كاين شوية غش. شوية. باش ما نحبوش يتوسع، خليه يتماناتيك يداوي روحه ونداويوه إن شاء الله. باسكو الداء الأول تاع الغش سي كوا؟ ماش نحيلك 3 جور من لاباي تاعك، هو الرجوع للفضيلة، الرجوع جالي دير للشيء المعنوي، للشيء الحسي، للشيء الروحي، للضمير. للضمير. راكم لقيتوا عندها واحد كالجو ولا الوزير تاعكم في احد الجولات تاعو في العاصمه، راكم شفتوا تصل هذاك السي جا المواطن بالملف تاعو الطبي باش يدخل يماه ولا مانيش عارف، قال له ما كاش بلاصه، دي الملف تاعك وروح. وقدام الوزير لا قال له كاين بلاصه. سي كوا سا؟ سي كوا سا؟ هذه اللي مخوفتني. المحامي كيف المعلم كيف الأستاذ كيف إذا دخلنا الغش on peut pas aller loin يا جماعة on peut pas aller loin. سمحوا لي على شوية طلت في الكوتي مغار دو لا شوز، encore une fois ما نخسرش عليكم، ما نخسروش الحفل تاعنا، رانا في حفل هكذا وانا مسرور وشاكر لك سيدي رئيس الدعوة مجددا. ما نساوش باللي كذلك لازم دائما نفكروا باللي إلا رانا هنايا في تضحية جسام قدمتها قوافل الشهداء، وانا تعرفوني شويه وطني في الباب هذايا، دائما عندنا التفاته الشهداء تاعنا ابرار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا السيد رئيس الدائرة على هذه الكلمة القيمة. والآن يتقدم نائب مستشفى محمد بناني، نائبة المستشفى الآنسة مسعد، تتقدم بكلمة مشكورة. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. اليوم والله تعجز الكلمة، أي كلمة أنا تعبر عن الفرحة والحزن في نفس الوقت. فرحانين أن دكتور سليماني، دكتور بن خليفة، دكتور حامد معانا. حزينة في نفس الوقت أنهم ما نقولوش نودعوهم، وإنما بداية حياة تقاعدية جديدة صعبة شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلت السلام على عشرة المرسلين سيدنا محمد. نتقدم بالشكر للجميع على هذا الحفل بمناسبة الإحالة على التقاعد للأطباء المحترمين، ولا نجد الكلمات التي عن شعورنا، فنقول لهؤلاء الأطباء سنفتقدكم، شكرا لكم، موفقين إن شاء الله.
نتمنى لكم ميسيو لي ميدسان، نتمنى لكم ان شاء الله ابخي اون لونغ روح من سي الحاج، اون لونغ في بروفيسيونيل اي سوسيال دون لابليكاسيون دون فهمت في التفاهم في العمل. نتمنى لكم ان شاء الله باذن الله تعالى، الله يبارك راك سبورتيف خير مني. نتمنى لكم ان شاء الله تقاعد مريح وطيب، وكذلك لا في كونتينيو، مام تخرجوا من الاخر. بالنسبه لي لا في كونتينيو كيما قلت لكم في لا فيروندا تاعك، جوست فوز افي فيروندا في البالكون في الصالون، الا هو فيه الكونتينيتي. Je n'en doute pas. Donc je vous souhaite à vous tous, même aux collègues médecins parmi nous qu'on va honorer, Inch'Allah, je vous souhaite à vous tous, très amicalement, très fraternellement, je vous souhaite une longue vie, bien sûr, en bonne santé, bien sûr, et je vous souhaite encore une fois une bonne retraite, méritée. ما تكونش Inch'Allah كما قال لك le repos du guerrier. D'accord? ما تكونش le repos du guerrier, je n'en doute pas. Voilà ce que je voulais dire et barakallahu fikum. Comme ça. لإيضاح دار الشباب أن تكرم الدكاترة الكرام، حبينا نقدموا لمسة فنية. جئت برسالة موجهة من أعيان بلدية تقلعيت، ما دخلناش سابقا. رسالة محبة، رسالة شكر وتقدير وعرفان لجميع إطارات الصحة على مستوى مقاطعة رسول. ارتأى أعيان المجتمع المدني أن يقدموا شهادات تكريمية لثلاث أطباء لم تكن لدينا المعطيات الكافية حول عدد المتقاعدين. ارتأوا أن يكرموا ثلاث أطباء بحكم أنهم يعني لا تم الاختيار تاعهم على أساس أنهم كانوا قريبين من مواطني بلدية تقلعيت، كانوا يترددون كثيرا على بلدية تقلعيت. هؤلاء الأطباء هم يعني ثلاثة: الدكتور سليماني عبد الحميد، كان القابلة لويزا تقية، وكان الطبيبة برنان نور. ارتأينا أن نقدم لهم شهادات يعني شرفية تكريما لهم على الخدمات الطبية الجليلة المقدمة ضد مسارهم المهني، سواء لمواطني بلدية تقلعيت أو مواطني المنطقة ككل. وشكرا جزيلا. أتمنى لهؤلاء المتقاعدين الصحة والعافية والهناء، وأنا شخصيا أتمنى لهم من أعماق قلبي ما يتمناه الولد الصالح لوالديه أثناء التقاعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رئيس بلدية تقلعيت أراد أن يكرم الدكتور سليماني عبد الحميد، يقدم جائزة أحد أعيان بلدية تقلعيت برفقة العضو المرافق له طبيبة برنان نورة، يتقدم بتكريمها فضيلة، يتقدم بتكريمها السيد رئيس الشعب البلدي لبلدية راس مواد، وينوم قبل ما نختتم اللقاء هذا
أراد رئيس مكتب الجمعية الوطنية لتنقية المواطنة وحقوق الإنسان بتقديم كلمات ليتفضل بإيجاز مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد والتابعين الشرفاء الطيبين. نتشرف بكل من هو حاضر معنا اليوم، كل باسمه وكل بمركزه. يسر الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان مكتب راس الواد بإشراف من المكتب الولائي الحضور والمشاركة اليوم في هذا اللقاء الأخوي مع أناس ارتبطت أسماؤهم بهذه المدينة الطيبة، مدينة الشهداء والمجاهدين. ونحن لمسرورون أننا نتحدث نيابة عن كل سكان راس الواد لنقول لكم أن سنين العطاء والتضحية للرسالة المؤداة من طرف الأطباء الشرفاء لن ينساها مواطني هذه البلدة. ونحن على دراية أن القطاع الصحي قد خسر رجال ذو كفاءة مهنية عالية مارسوا أخلاقيات المهنة وكانوا خيرة الرجال في الميدان اليوم. ونحن نستذكر بعض أوفياء الواجب المهني. ارتقينا نحن كجمعية وطنية ممثلة في مكتبها البلدي للمشاركة في هذا التجمع لإعطاء ولو معنى بسيط للطبيب القدوة والمثال الحي لرجال الجزائر. وما عساني إلا أن نقول نرجو أن تصدق المقولة خير خلف لخير سلف، يعني نرجو أن نرى في مستشفياتنا ومستوصفاتنا ناس طيبين كهذا الناس. وفي الأخير نشكر كل من ساهم في هذا التجمع بقليل أو كثير، ونشكر مستشفى راس الواد وعلى رأسها السيد المدير، كما نشكر بلدية راس الواد ممثلة بمنتخبها وعلى رأسها السيد المحترم كمال بوسوالين ورئيس الدائرة. وفي الأخير لكم فائق الاحترام والتقدير وشكرا. طيبة. وقبل ما نقول أنا الكلمة الختامية بودي ثاني سي خليل بوجملين مدير الصحة الجوارية نتاعنا نتاع راس الواد لازم يقول لنا كلمة. هذاك سي خليل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين. نشكر السادة الحضور، السلطات المحلية، السلطات المدنية والعسكرية، الأسرة الثورية، الجمعيات، السادة الأطباء، الدكاترة. نحن اليوم في هذا الحفل المتواضع الذي نظمه السيد رئيس البلدية مشكور. اجتمعنا اليوم لتكريم السادة الأطباء على رأسهم السيد سليماني عبد الحميد، ممارس أخصائي رئيس 30 سنة من العطاء والخدمة. السيد بن خليفة 30 سنة كذلك من العطاء، طبيب عام في المستشفى، بعدها مدير بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الذي اليوم أنا في مكانه. السيد بقري وحامد كذلك 30 سنة من العطاء. ما نقدروش نقولوا أطباء راحوا للتقاعد أو حالوا للتقاعد. أنا بالنسبة لي لا يجوز. الطب مهنة نبيلة لا تحال للتقاعد، والطبيب لا يتقاعد. الطبيب يبقى طبيب. ما نقدروش نقولوا الطبيب يحال للتقاعد، لأني أنا طرحت سؤال على الطبيب سليماني، قلت له الطبيب وراك راح تروح؟ قال لي هاني في راس الواد ومانيش راح نروح. راح يدير اتفاقية معنا وراح يقعد في راس الواد، ما عنده وين يروح. إن شاء الله. شكرا سي خليل بوجملين رئيس المؤسسة العمومية للصحة الجوارية. وفي الأخير بودي نتوجه بالشكر الجزيل لكل من لبى الدعوة وحضر معنا هذا الحفل،
وعلى رأسنا جميعا الحاج إبراهيم صويلح الشيخ الزاوية في الأخير كرئيس مجلس الشعب البلدي ونيابة عن زميلاتي وزملائي أعضاء مجلس الشعب البلدي نتوجه بالشكر الجزيل لكل الطاقم نتاع الصحة على مستوى راس الواد أو على مستوى المقاطعة نتاع راس الواد، لأنها تشكر حتى دائرة برج غدير ودائرة عدة دوائر وبلديات أخرى على المجهودات اللي راهم يبذلوها كل العناصر المكونة لهذا القطاع من إدارة وعلى رأسها السيد المدير المحترم اللي حاضر معنا سي عبد الغني، أيضا سي بوجملين مدير الصحة الجوارية، كل الأطباء والطبيبات الأخصائيين والطب العام، كل الشبه الطبي، كل العمال اللي راهم يقوموا بمجهودات جبارة، ولا سيما في الآونة الأخيرة أين أصبحت القوافل الطبية تنتقل من المستشفى إلى غاية المواطن البسيط جدا اللي راه موجود على مستوى بعض القرى وبعض المداشر، وين يوصلوا الطبيب ويوصلوا الشبه الطبي ويديروا له المعالجه ويديروا له المعاينه، فهذا يعني عمل نبيل ونبيل جدا. لذلك يعني نيابه عن كل الزميلات والزملاء نوجهكم بالشكر الجزيل، ونقول لكم باللي المجلس الشعبي البلدي تاع راس الواد راه وراكم وراه حاضر باش يدعمكم، ورانا ان شاء الله ليد في ليد باش نزيدوا نطوروا هذا المؤسسه وهذا العمل الاستراتيجي على مستوى بلديتنا. نقول لكم باللي رانا ان شاء الله نزيدوا نتلاقاو في فرصه اخرى الا وهي اليوم الخاص بالصحه، ونتلاقاو ان شاء الله بجميع الاطباء المختصين، بجميع الطبيبات والاطباء العامين، بجميع شبه الطبي، نتلاقاو بربي ان شاء الله هنا في القاعه، لان المجلس الشعبي البلدي فاتح حوار مع كل المكونات تاع المجتمع. تلاقينا مع الاسره تاع التربيه والتعليم، تلاقينا مع الاسره تاع التكوين المهني، وبربي ان شاء الله نزيدوا نتلاقاو مع الاسره تاع القطاع الصحي باش نحطوا ليد في ليد وننجحوا ان شاء الله المدينه تاعنا، المدينه تاع راس الواد. لازم ما نخليوش الفرصه هذه تفوت بلا ما نمدوا كلمه للناس المعنيين بهذا الحفل، انا وهم الدكتور سليماني عبد الحميد والدكتور حامد بقريوه والدكتور بن خليفه، لازمهم هما ايضا يدلوا بدولهم ويقولوا كلمه بهذه المناسبه، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Honorable assistance. شكرا على فينيا. الساعة دي الوقفة هذه أنا ما نسعاش طول حياتي. ونمد لكم أنا التاريخ تاعي باسكو شحال ما يعرفونيش. أنا سليماني عبد الحميد. أنا نحسب روحي مواطن جزائري، سيتوايان ألجيريان. هذه دولة. التاريخ تاعي زدت ما قبل 54. بين 54 و 62 كنت حاضر. بين 54 و 62 كان حرب التحرير. وشحال اللي استشهدوا؟ هذه ما نسعاش. أنا راني دوك طبيب سبيسياليست على جال هذوك اللي طلعوا الجبال وجابوا لنا الاستقلال. ثانيا أنا قريت في الجزائر، في العاصمة الجزائر. خرجت تما لي بروفيسور، شفت كلشي لي زونيفرسيتي، الخارج، الانترناسيونال كلشي. درت الخدمة الوطنية تاعي درتها في تندوف مع الجيش. زدت تعلمت الحاجات. وكي جيت لراس الواد لقيت مستشفى جديد، جاو لي برج بنوا. أنا جبت لافيكتاسيون بعثوني لراس الواد. لوبيتال جديد، لازم يخدم لوبيتال. فو با نقعدو نتفرجو. أنا جافي دوز اوبجيكتيف. أولاً يفو لا بريز اون شارج دي مالاد، لازم المريض نقومو بها. و لا ديفينيسيون تاع لو ام اس، لا سونتي سي ان بيان اتر فيزيك مونتال و سوسيال. أنا يجي لي الفيزيك هذاك اللي عنده السطر عنده السخانة قوموا بها، اللي العقلية تاعو شوية فاشلة قوموا بها، و لي كاس سوسيو نعاونوه باسكو هذه هي لا سونتي. وثانيا
il fallait travailler en équipe parce qu'عندنا l'hôpital تاع 240 lits. L'hôpital 240 lits يلزم un esprit d'équipe. أنا كنت تما 2 fois président du conseil médical. هذه درتها باش faciliter le travail des confrères et des consoeurs. أنا قدمت لهم on a amélioré les conditions de travail parce que لازم les conditions de travail تاع les médecins, تاع les chirurgiens, تاع tout le monde. C'est l'hôpital qui compte. أنا كنت en médecine mais c'est l'hôpital qui doit fonctionner. عاوناهم و on a amélioré les conditions de travail تاع الكور médical, paramédical, administratif, technique. كاع ونشكرنا اونتر بارونتيز لي شوفور دومبولونس تاعنا عندنا دي شوفور دومبولونس بيان سوبر. و ثانيا نشكر كاع دوك اللي عاونونا في الخدمه. اولا البلديه كانت دائما معنا، لا الدايره كانت معنا، الكوميساريا لا بوليس كانت معنا، دارك كان معنا، لا بروتيكسيون سيفيل كانوا معنا. في لوبيتال إدارة كانت معنا، نشكرو سي الخدمة تاع مدام كحار، وجانا المدير جديد سي فاضل عبد الغني. هذا نضع لي فور سي البلو فور، إلي ساج عنده لا ساجيس، و لي كادر تكنيك الأطباء يعاوننا، يدير ثقة فينا، يسمع لنا ويعاوننا. أنا نشكرو علينا، يعني هذا حاجة بيان. نشكر الاطباء اللي خدموا معنا ان اسبري ديكيب، الكور باراميديكال، نشكروا الكور ادمينستراتيف خدم معنا، نشكروا الكور تكنيك عاونونا. و انا خدمت على 30 سنه، هذه على بالك كوني توس دي ميزيرمون. انا تاكل على ربي، هو اللي مدلي الصحه، هو اللي مدلي القوه، هو اللي مدلي كل شيء بلاش. دوك الناس شحال يقولوا خدمت 30 سنه، انا ميم لو كان نزيد لا 30 سنه ما نقدرش جي با بلوس دو ميريت كو لا جينيراسيون تاع 50 هذوك يزون ديسيدي دو ليبيري البيي يدو حياتهم. انا جي بروفيتي دو لانديبوندونس. الخدمه تاعي ميم تكون صعيبه جات خفيفه وحدي وصح. خدمنا مدينا ومدام كاين قوه اون طونك سيتويان الجيريان، اون طونك سيتويان. انا شوي فيار داتر سيتويان الجيريان كيقولوا سليماني جزائري يكفيني. هذا الطبيب هذا الطبيب خدمه يفو بيان ترافاي دونك اوني سورتي ميدسان. ونشكركم الف شكر، ما نساكمش. الوقفه هذه ما نساهاش طول حياتي، ونقول لكم شكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد عبد الحميد سليماني ما خلانا ما نقولوا قال كلش. لا ثاني ولد الثورة، ما نعرف منين ولد الثورة، والثورة داروها أبطال. كي نتفكر السن نتاع الناس اللي بداو الثورة داوها اناج طريبة صغير بزاف، ما داروش حياتهم للزهو ولكن راحت للثورة. نهز مثال الاخر خلاص اللي ممكن لحقتوا به. الرئيس هواري بومدين الله يرحمه كان رئيس في سن صغير بزاف اللي رجال، لورك حنا اللي رجال رايحين غير للزهو. يا دي جون ضحاو من هذه البلاد. وجيت نقول لكم حاجه اخرى برك نقول لكم ايش نقولها لكم. الغرب كل رئيس يطلع في الغرب الحاجه الاولى تاعو هو محاربه الدوله الاسلاميه، وكان الدوله الاسلاميه شوف ما درت لهم. وبالتالي نظن نشوف روحي رانا في حاله ماهيش مليحه. لازم ننضموا، لازم نتحدوا، لازم نخدموا، ولازم نقراو. برشكم طلعوا بالعلم او ما طلعوش بالعلم، طلعوا بالعلم رانا ما نطلعوش. الحاجه الثانيه اللي حبيت نقولها برك، باه نطلعوا لازم نحبوا بعضنا، ماش نضلوا نحطوا في بعضنا. هذاك موش مليح هذاك دار، نخليوه كل واحد يشوف واش دار هو برك واش راه يدير. خلي الناس ترونكيل، خلي الناس دير من تا واش درت. والحاجه الاخرى اللي شديها الناس وكل تحب تعلمها، نقول له المراه الجزائريه برك باسكو بعض الاوقات يغيرني الحال. حنا عندنا المراه الجزائريه تجيب الاولاد باه تربط الراجل.
هذه ما كاينش منها. لازم تجيب الولاد باه تخرج اطارات علماء، نبدلوا العقليات برك. حنا في حاجه الى التغيير تاع العقليات، ونواش راجي دو مونتاليتي، ولازم نطلعوا. والغرب راه ما يخليناش، وكان ما نتحدوش وما نحبوش بعضنا وما نتعاونوش، والله غنبقاو حنا هما الاخرين، هما يسيطروا علينا وحنا هما يتحسبوا حنا ناكلوا. وبالتالي كما كان يقول قبيله السيد رئيس الدائره، كاين اطارات، كاينه خصوصيه عند الجزائري، عند المواطن الجزائري عنده خصوصيه، سي سبيسياليتي، سي بارتيكولاريتي. واش يخصنا برك نبدلوا شويه العقليات برك، نفهموا بعضنا ونخدموا. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيداتي السادة الحضور، السلام عليكم. بهذه المناسبة الكريمة لا أستطيع أن أزيد كلمة على ما تفضل به زملائي وما تفضل به السادة الكرام الذين توالوا على هذه المنصة وأحسنوا ذكرى وأحسنوا شيء في هذا اليوم وبهذه المناسبة السعيدة، هو وجود هذه الوجوه الطيبة التي جاءت من كل حدب وصوب، وذلك لتكريمنا بهذه المناسبة. نتمنى من الله أن يوفقنا ويوفق جميع مسؤولينا وكذلك المجتمع إلى ما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله.